السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو. فيديو النهارده موجه للناس اللي بتستخدم الوورد والبي دي اف. طبعا في البدايه بيكون تحويل البي دي اف للوورد بيكون تحويل صعب شويه. النهارده انا معايا ملف وورد اهو زي ما حضرتك شايف. هبدأ ان انا احوله على البي دي اف زي ما انت شايف بالشكل ده. اختار براوز عشان اختار مكان الحفظ، وليكن انا عايز احفظ على الديسكتوب. اختار الديسكتوب ونختار الصيغة انها تكون معانا بي دي اف. نعمل سيف. طبعا بيبدأ يحمل ويحفظ معاك. طبعا هو حفظ معانا بي دي اف، مفيش اي مشاكل. لو جينا نطلع للديسكتوب طبعا الفايل ظهر معانا هنا. طيب هو دلوقتي البي دي اف انا عايز احوله لوورد بطريقة سهلة ومن غير أي برامج. تقدر إن حضرتك تحوله لوورد. طبعا أنا همسح لك ملف الوورد الأصلي اللي هو ده، همسحه خالص عشان وضغط سيف كمان أهو. تمام. لو جيت إن أنا أعمل كليك يمين وأختار أوبن ويز، بعد كده أختار تشوز أنذر بروجرامز. لو ظهر معاك مايكروسوفت وورد تبدأ تفتحه عادي، مفيش أي مشاكل. ما ظهرش تعمل الطريقة اللي حضرتك شفتها دي. اختار الوورد ونعمل جاست وان من هنا. تمام. طبعا هو ويندوز 11 بس التعامل فيه بيكون مختلف شويه. بيدي لك الرساله دي انت بتاكدها معاه، تقول له اوكي. يبدا يحمل معاك زي ما حضرتك شايف. طبعا تحول معانا الفايل اهو وورد بنفس التنسيق اللي كنا فاتحين من خلاله من شويه. تمام. لو حبيت ان حضرتك تحفظه بتقول له فايل من هنا وتختار مثلا سيف از. بعد كده بتختار براوز. بعد كده مثلا بتسميه 4 أصفار، وليكن تختار برضه الديسكتوب. طبعا هنا هحددها لك الصيغة تلقائي وورد أصلا. تعمل سيف من هنا، تطلع للديسكتوب. الفايل ظهر معاك أهو. لو جيت تفتحه هيفتح معاك بدون أي مشاكل. ده كان فيديو بسيط كده وحبيت إن أنا أشاركه معاك. أتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب أوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. وشكرا ليك على المشاهدة.